بيبدأ فيلمنا بطفل صغير اسمه بيتر باركر وهو داخل مكتب أبوه، وبيشوف إن المكتب في حالة فوضى شديدة وكل حاجة متبعترة. بعدها أبوه بيدخل المكتب بيجيب أوراق وفايلات مهمة، وبيقول لأم الولد إنهم هيمشوا دلوقتي. وفعلا بتسيب العيلة البيت وهم مستعجلين، وبيركبوا العربية وسط ما الدنيا بتمطر، وبيروحوا البيت العم بن والعمة ماي علشان يسيبوا بيتر عندهم من غير أي تفسير، وبيودعوا الأب وبيقول له إنه بيحبه. بعدها أحداث الفيلم بتنتقل بينا لبيتر وهو في الثانوية، وبنشوف إنه ذكي لكنه منطوي شويتين، وبيحاول إنه دايما يبعد عن المشاكل، لكن ده مش بيمنع فلاش وشلته إنهم يتنمروا عليه. بعدها بيتر بيشوف فلاش ماسك شاب غلبان وبيتنمر عليه قدام المدرسة كلها، فبيحاول يتدخل علشان يوقفه، لكن فلاش بيسيب الشاب وبيضرب بيتر بالبوكس في بطنه يوقعه الأرض. لكن فجأة بتدخل جوين ستايسي وتوقف فلاش وتمنع الخناقة. بعدها بتقول لبيتر في الفصل إن اللي عمله مع الشاب الجديد ووقوفه قدام فلاش موقف شجاع وبتحييها عليه. بيروح بيتر البيت وبيساعد عمه بن في تنظيف القبوة، ووسط ما هو شغال بيشوف حقيبة يد قديمة بتاعت أبوه ريتشارد باركر، بياخدها أوضته وبيكتشف فيها جيب سري، وبيلاقي فيه ملف وأوراق عليها علامة غريبة. فبيفتحها بيتر وبيعرف إن أبوه كان شغال في شركة اسمها أوسكورب مع عالم اسمه دكتور كيرت كونورز. بيدور بيتر على معلومات أكتر على جوجل، وبيشوف إن أبوه كان شغال في مجال علم الوراثة وخلط الأنواع، وبيشوف الأخبار بتاعة موت أهله زمان في حادثة الطيارة. بيروح بيتر شركة أوسكورب علشان يفهم ويعرف أكتر، وبيعمل نفسه متدرب وبياخد هوية مش بتاعته، وبيدخل في رحلة ميدانية مع طلبة مدرسة. بس بيتفاجئ لما بيشوف جوين هي مرشدة الجولة، وفي نفس الوقت متدربة قديمة مع دكتور كونورز. جوين بتشوف بيتر وبتروح تسأله بيعمل ايه هنا، وبيقول لها بيتر انه بيحب العلوم. فبتشوف جوين الاسم اللي على الهوية المزيفة اللي سرقها، وبتعرف انه متسلل، فبتقول له ياخد باله علشان محدش يمسكه. وبيرجع بيتر بظهره وهو باصص لها، وبيخبط في راجل بيقع منه ورق وفايلات عليها نفس العلامة اللي كانت على أوراق أبوه. بيتتبع بيتر الراجل لغرفة مقفولة برقم سري، وبتكون معمل تطوير الكابلات الحيوية. وأول ما الراجل بيمشي بيدخل بيتر الأوضة وبيشوف جوه تجربة على عناكب مشعة متعدلة جينيا. بيجرب بيتر يشد خيط من خيوط العنكبوت المنسوجة في المعمل، فبيسبب خلل في التجربة، وبيقع منهم عنكبوت على رقبته من ورا وبيعضه. بنشوف بيتر وهو راكب المترو ونايم من التعب، وفي شوية ناس متسولين بتحاول تضايقه، وبيحطوا إزازة ساقعة على راسه. بيتفزع بيتر وبيقوم يتنفض وبيلزق في سقف المترو، وبيشوف إن إيده بتلزق في أي حاجة، فأصحابه بيهجموا عليه، لكنه بيتفادى ضرباتهم بكل سهولة، وبيطلع من المترو في أقرب محطة وبيروح البيت بسرعة. بيقف قدام المراية علشان ينصدم بالعنكبوت المشع اللي عضه من رقبته وطالع منه شبكة. تاني يوم بيتر بيصحى علشان المدرسة، وبيشوف انه اكتسب قوة وسرعة حركية وبديهية، وكمان حسه باستشعار الخطر زاد جدا. بيروح لبيت دكتور كونورز وبيقول له انه يبقى ابن ريتشارد باركر، فبيرحب بيه كونورز وبيحكي له انه هو وابوه كانوا شغالين على مشروع اعادة نمو الاطراف عن طريق دمج جينات فصائل مختلفة، وإنه كان مشروع واعد وهو كان متحمس له جدا، خصوصا علشان رجع له أمل يرجع دراعه اللي فقدها في حادثة. بس لما ريتشارد مات البحث مكملش. بيتر خد ورقة وكمل المعادلة السرية اللي بتكمل بحث ريتشارد وكونورز، وبيوريها لكونورز، وبينبهر كونورز باللي شافه. بيسأل عرف يعمل كده ازاي، فبيعمل نفسه بيتر فكر فيها. تاني يوم في المدرسة بنشوف الطلبة في ملعب السلة، وبيكون فلاش بيلعب بالكورة. بعدها بيضرب بالكورة على بنت شغالة على لوحة تشجيع، وبيوقع الألوان على لوحتها. بيتر بيروح يساعدها في تنظيف اللوحة، وبيضرب فلاش الكورة ناحيتها تاني، بس بيتر بيمسكها بكل احترافية وسهولة. بيروح فلاش علشان ياخد الكورة من بيتر، بس بيتر بيتنمر عليه وبيستخدم مهاراته الجديدة انه يبعد عنه الكورة وهو واقف وما يخليهوش يمسكها. بعدها بيدفعه بعيد، وبيروح يحط الكرة في الشبكة، بس زجاج الشبكة بيتكسر بسبب قوة بيتر. وبيروح العم بن البيتر المدرسة يقعد مع المدير بخصوص الزجاج اللي اتكسر واللي عمله مع فلاش، وكان متضايق جدا لان دي مش اخلاق بيتر. وبيطلب من بيتر يوصل عمته ماي من الشغل بالليل، لانه مش هيقدر يروح لها علشان عنده شغل متأخر هو كمان. بيروح بعدها بيتر لكونورز في سكورب علشان يجربوا تركيبة بيتر، وعلى غير المتوقع تجربة التركيبة بتنجح، وبيجربوها على فار تجارب.
بعدها بيتر بيروح البيت متأخر وبيشوف عمه بن قاعد مستنيه بره البيت، فبيفتكر بيتر إنه نسي يوصل عمته ماي، وبيسمع كلام مش حلو من عمه بسبب إنه مش مسؤول، وبيقول له إن أبوه ريتشارد كان دايما عند كلمته. لكن بيتر بيقول له إيه لازمة كل ده لو هو مش معايا دلوقتي، لأنه كان الأولى هو اللي يقول له الكلام ده، وما يسيبوش لعمه يربيه ويهرب ويسيبه من غير تفسير علشان يموت. بيسيب بيتر بعدها البيت وبيرزع الباب وراه، فبيتكسر الإزاز من قوة الرزعة، لكن بن بيصر يروح وراه. بيتر بيروح السوبر ماركت يشتري إزازة لبن، لكنه ما كانش معاه فكة كفاية واختلف مع البياع. لكن وهو واقف بيشوف واحد جنبه بيسرق درج الفلوس بعد ما خلى البياع يوطي يجيب حاجة. بنشوف العم بن وهو ماشي يدور على بيتر، وبيشوف الحرامي بيتكعبل قدامه وبيقع منه مسدس، فبيفهم بن انه حرامي، بيحاول يمنعه لكن للأسف بتخرج طلقة من المسدس بالغلط وبيتصاب بن. بيتر بيجي من بعيد على صوت الضرب وبينصدم لما بيشوف عمه مضروب بالنار ووقع على الأرض. بيتر بينهار وبيخاف على عمه من الموت لأنه كل ما تبقى ليه من عيلته وكان صديقه الوحيد. تاني يوم في المدرسة فلاش بيروح لبيتر علشان يعزيه، لكن بيتر بيمسكه وبيخبطه تجاه الخزانة علشان كان فاكره عايز يتنمر عليه. ولما فلاش بيشرح له انه آسف على اللي حصل لبيتر وانه عايز يعزيه بيسيبه، وبيكون طلبة كتير واقفين بيتفرجوا، وبتروح جوين تحضنه علشان تعزيه، لكن كان حزين جدا وما عملش أي رد فعل. يومها بالليل بيكون بيتر بيمشي في الشارع وبيشوف واحدة بتتثبت فيه، فبيروح ينقذها وبيضرب المجرم بكل غضب وحزن على عمه اللي مات بسبب واحد زي المجرم ده، وبيبدأ قتال معاه هو وعصابته، لكن بيكتروا عليه وبيضطر يجري منهم بمهارات الباكور لحد حتة مقفولة. وبيكتشف بيتر انه بيقدر يطلع على الحيطان وبيطلع فوق المباني وبيهرب منهم. بعدها بيتر بيبدأ يطارد كل مجرم عصابات في المدينة لحد ما بيوصل للي قتل عمه بن، وبيكون معلمه بالوشم اللي على ايده، وفي طريقه انه يوصل له بيمنع جرايم كتير. وفي مرة وهو بيقاتل عصابة بيقع من فوق سطح مبنى على حلبة مصارعة، وبيشوف لافتة عليها قناع مصارع، وبيجيله فكرة انه يعمل قناع علشان يخفي هويته، وبيطور مع الوقت قاذف شباك وبدلة كاملة، وبيحط عليها قاذف الشباك علشان يلبسها أثناء مكافحة الجريمة. بنشوفه بالقدرات الخارقة بتاعته بيطير بين المباني باستخدام الشباك، والناس بتعجب بيه لما بتشوفه وبتسميه سبايدر مان. على الناحية التانية بنشوف الشرطة معارضة ليه وعايزة تقبض عليه بأنه بينفذ القانون بنفسه، وبنشوف إن رئيس البوليس بيكون كابتن جورج ستايسي أبو جوين بيبدأ يدور عليه. بنشوف بيتر بيوقف مجرم بيحاول يسرق عربية وبيبدأ يضربه بالشبك، بس بيظهر فجأة ضابط وبيحاول يقبض على سبايدر مان وبيرفع عليه مسدس، بس بيتر بيتفادى الضرب وبيطير بعيد. بعدين بنشوف دكتور كونورز بيتناقش مع مديره دكتور ريجيت راثا اللي بيأمره يبدأ التجارب البشرية علشان الناس هم كمان يقدروا يرجعوا أطرافهم. دكتور كونورز بيرفض علشان ما يقدرش يخاطر بحياة الناس علشان خاطر تجربة، لكن دكتور ريجيت بيطرده وبيوريه تركيبة إعادة نمو الأطراف، وبيقول له إنه هيعمل الإنجاز ده من غيره، وبعدها بيقول له يلم حاجته ويمشي. دكتور كونورز بعدها بنشوفه مكتئب وزعلان وبيحقن نفسه بالتركيبة وبيفقد الوعي، لكن بعدها بيصحى وبيشوف إن دراعه اللي اتقطع رجع تاني وبيفرح جدا، لكن العقار كان ليه تأثير كبير عليه وبيحوله لسحلية بشكل تدريجي، وبينزل يركب تاكسي وبيروح ورا دكتور راجيت. بنشوف بيتر معزوم عند بيت جوين على العشاء، وبيتكلم كابتن جورج عن سبايدر مان وإنه هيتقبض عليه قريب، لكن بيتر بيدافع عن سبايدر مان وبيقول إنه بطل المدينة وبيدافع عن العامة، لكن الكلام مش بيعجب جورج وبيرد عليه وبيحصل خلاف على الأكل. بعد العشاء بيطلع مع جوين على السطح وبتحاول جوين تلمح له إنها بتحبه، لكنه بيتوتر وبيكون عايز يقول لها حقيقته، وبتمشي جوين وهي زعلانة من سكوته، وبيرجع لها بيتر وبيفاجئها إنه هو سبايدر مان. بنشوف كابتن جورج أبو جوين جايله مكالمة طارئة من مركز الشرطة، فبيضطر يعتذر ويمشي، فبينزل بيتر يتتبع الشرطة لحد ما بيوصل جسر ويليامز. ولما بيشوف السحلية الكبيرة بتدور في العربيات على دكتور ريجيت وبتزق شوية عربيات من على الجسر بعشوائية، بيتدخل بيتر وبيلبس بدلته علشان يلحق العربيات اللي بتقع، ووسط ما هو بيمسك العربيات بالشبك بيشوف السحلية وبيبقى عايز يروح يقاتلها،
لكن بيسمع صوت طفل في عربية من اللي وصل لهم بالجسر بشبك، وكانت العربية هتقع، فبينط بدون تردد يلحق الطفل، بس بيكون خايف ومش واثق فيه وخايف يخرج له، فبيقلع بيتر الماسك وبيديه للولد علشان يكسب ثقته. فبيطلع الطفل بالراحة وبينقذه بيتر على آخر لحظة وبيطلعه لأهله. تاني يوم بتصدر الشرطة مذكرة بإحضار سبايدر مان، وبيتضايق بيتر لأن كل اللي كان عايزه إنه يساعد الناس. بعدها بيروح لمكتب دكتور كونورز وبيسأله عن السحلية العملاقة، وبيقول له كنورز وهو شكله تعبان إن السحلية دي ممكن تبقى خطيرة جدا لو اتهددت سلامتها، وبيستأذن منه وبيقول له إنه مشغول بمشروعه الجديد. بعدها بيتر بيشوف الفار اللي كان بيجرب عليه هو ودكتور كونورز العقار وهو متحول لشكل يشبه جسم السحلية وبياكل فار تاني. بيفهم إن دكتور كونورز حقن نفسه بتركيبة العقار، وإنه هو السحلية الكبيرة اللي ظهرت امبارح. بعدها بيروح لكابتن جورج في مركز الشرطة وبيحاول يشرح له الموضوع، إنه كنورز حاول يرجع طرفه المفقود باستخدام جين سحلية، لكن التجربة ما مشيتش على ما يرام وتحول للسحلية الكبيرة اللي عملت فوضى على الجسر امبارح. قصة اختلاط الجينات دي ما دخلتش على كابتن جورج، طلب من الأمن يخرجوا بيتر بره لما فضل مصر على كلامه وابتدى يزعق. بيتر بيقرر يواجه السحلية لوحده، وبينزل نظام الصرف وبيحط نسيج من الشبك، وبيحضر كاميرا علشان يجيب دليل للشرطة، وبيفضل قاعد مستني. بنشوف بعدها دكتور كونورز بياخد العقار تاني وبيتحول للسحلية وبيهجم على بيتر وبيجرحه في صدره في محاولة إنه يقطع لحمه، لكن بيتر بيفلت بأعجوبة وبيهرب من السحلية في ماسورة مية. بنشوف السحلية وهي بتمسك الكاميرا وبتشوف اسم بيتر باركر، فبيعرف إنه يبقى سبايدر مان. بيروح بعدها بيتر أوضة جوين وبيخبط عليها من سلم الطوارئ، بتساعده جوين في تطهير جروحه، وبيقول لها بيتر إنه السبب في كل ده عشان هو اللي عرف كونورز معادلة إعادة بناء الأطراف، ودلوقتي هيحتاج يوقفه. تاني يوم بيروح دكتور كونورز مدرسة بيتر وبيرهب الطلاب وبيدور على بيتر لحد ما بيظهر سبايدر مان وبيتقاتلوا وبيدمروا المدرسة. وأول ما بتوصل الشرطة بيختفي دكتور كونورز في المجاري وبيتتبعوا بيتر، وبيتصل بيتر بجوين يطلب منها تحضر ترياق مضاد في معامل سكورب. وبيوصل بيتر لمعمل كونورز اللي أسسه في نظام المجاري، وشاف على جهازه تسجيل ليه وهو بيقول إنه ناوي ينشر العقار في أرجاء المدينة علشان يحول البشر لسحالي باستخدام مولد سحابي في برج سكورب. بيخرج بيتر بسرعة من المجاري وبيتصل بجوين يطلب منها تسيب البرج حالا علشان كونورز في طريقه لهناك. على الناحية التانية بنشوف فرقة بوليس بترصد السحلية وبتحاول توقفه، وفي فرقة تانية بتتتبع سبايدر مان علشان تقبض عليه. بنشوف فرقة من الشرطة قدرت توقع السحلية، لكن بيتفاجئوا إن عنده قوة استشفاء غريبة وجروحه كلها بتلتئم في ساعتها، وبيصحى يرش عليهم عقار بناء الأطراف علشان يحولهم سحالي. بنرجع للكابتن جورج اللي بيوقف سبايدر مان وبيكتشف إنه بيتر باركر اللي بيقنعه يسيبه ويروح يلحق السحلية قبل ما تنشر العقار، وبيقول له إن السحلية رايحة برج سكورب وإن بنته جوين هناك، فبيسيبه جورج. بس في عسكري بيضرب عليه النار وبيصيبه في رجله، لكن بيأمره كابتن جورج ينزل سلاحه فورا. بنشوف سبايدر مان وهو مش عارف يتأرجح بين العماير كويس واتزانه اختل بسبب الإصابة اللي في رجله. أبو الولد اللي أنقذه سبايدر مان من على الجسر قبل كده كان شغال على رافعة في أعمال البناء، وبيشوف سبايدر مان بيعاني إنه يوصل لسكورب وبيقرر يساعده، واتصل بزمايله سواقين الأوناش على طول الطريق لسكورب وطلب يوجهوا الرافعات ناحية سبايدر مان علشان يستخدمهم ويوصل للبرج، وكلهم كانوا بيساعدوه، حتى ضابط المرور كان بيفضي الشارع علشان سبايدر مان يعدي. بنشوف بعدها كابتن جورج بيروح للبرج وبيشوف جوين وهي نازلة وبتديله الترياق وبتطلب منه يديه لسبايدر مان، وفعلا بيطلع كابتن جورج البرج وبيكون سبايدر مان بيصارع السحلية فوق في محاولة بائسة في منعه من نشر العقار، لكن السحلية كانت أقوى وبتتمكن من خنق بيتر، فبيضرب جورج السحلية بالبندقية وبيحرر سبايدر مان وبيديله الترياق وبيقول له يطلع على قمة جهاز البرج ويبدله بالعقار، وإنه يسيبه هنا هيعطل السحلية. وأول ما سبايدر مان بيسيبه وبيطلع بتهجم عليه السحلية وبتغرز مخالبها في بطنه وبتسيبه وبتطلع ورا سبايدر مان، لكن بيكون متأخر علشان بيتر كان خلاص بدل العقار بالترياق وانتشر في الهواء، ورجع الضباط اللي اتصابوا بالعقار بشريين، وخلى كمان دكتور كونورز يرجع بشري. بيتدمر برج الجهاز السحابي وبيقع بيتر وكان هيموت، لكن بينقذه دكتور كونورز بعد ما رجع لطبيعته على آخر لحظة. بيروح بيتر بسرعة بعدها الكابتن جورج وهو بيموت،
وبيقول له جورج إن المدينة محتاجاه لكنه هيكتسب أعداء كتير، ولازم يوعده قبل ما يموت إنه يسيب جوين علشان ما تتعرضش لأي أذى بسبب ده. ومن ساعتها وبيتر بيوفي بوعده حتى إنه ما راحش جنازة كابتن جورج. جوين بتروح له البيت بتسأله هو ليه بيعمل كده، بس بتعرف إنه وعد أبوها وبيوفي بوعده فبتفهم وبتمشي. بعدها بفترة في المدرسة فلاش بيهزر مع بيتر، وبنلاحظ إنه بقى صاحب بيتر وبطل يتنمر على الناس، وكان لابس تيشيرت عليه شعار سبايدر مان وبيعجب بيتر. بنشوف في المشهد الأخير بيتر باركر واقف فوق مبنى بيراقب عربيات بوليس بتطارد مجرمين، فبينزل يبدأ في مساعدة الشرطة وبيأدي واجبه تجاه المدينة كسبايدر مان. بكده يكون خلص أول جزء من سلسلة أفلام سبايدر مان لأندرو جارفيلد. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابين نقدمه المرة الجاية. سلام.